نرحب بمراسلينا جمال جبالي وباسل طبال من مدريد وبرشلونة. أهلا بكما. جمال، في الواقع جمهور الريال لم يتعود على الفريق بهذا الوجه هذا الموسم. مساء الخير. اولا صحيح، لكن قد تكون الظروف هي التي تخلق مثل هذا الوصف لحالة ريال مدريد، لأن قبل المباراة الجميع كان يتغنى ويقول 13 فوزا في 14 مباراة، كأن الفريق يسير بخطى ثابتة وكأنه. طيب، ما هي هذه الظروف جمال اللي جعلت مدريد يظهر بهذا الشكل الغريب؟ مرة أخرى ريال مدريد لا يطبق بحذافيره أو بحذافيرها تعليمات المدرب تشابي ألونسو الذي أوصى كثيرا على الضغط عاليا وعلى الكثير من القوة والشراسة في الضغط، وهو ما شاهدناه في الكلاسيكو ضد برشلونة، شيء لم يتمكن ريال مدريد من تكراره. وهذا السؤال: إلى أي درجة مكونة ريال مدريد الحالية قادرة على أن تطبق أفكار تشابي ألونسو، أو بالأحرى متى يمكنها أن تطبق ذلك؟ لأن بلا شك نحن مع مرور الوقت سيتحسن فريق ريال مدريد، لأن ما شاهدناه في مباراة الأمس وإن كان استثنائيا بالنظر إلى ظروف المباراة، أنه يلعب في ملعب صعب جدا أمام فريق ذا حافز، لكن شاهدنا مثلا في الكلاسيكو، شاهدنا ضد اليوفي، شاهدنا في مباريات أخرى كيف أنه كان في تحسن مستمر. وربما المباراة ضد فالنسيا حتى إن كان المنافس أقل، لكن شاهدنا كيف أن الفريق تحكم في المباراة على غير عادته، أكرر على غير عادته حتى في السنوات الماضية، أن تحكم في المباراة من أولها إلى آخرها، وهو ما يريده تشابي ألونسو. بالتالي نحن نتساءل متى سيتمكن لاعبو ريال مدريد، تشكيلة ريال مدريد، من تطبيق نظريات إن صح التعبير تشابي ألونسو الدفاعية والهجومية، وكذلك ككل فلسفة لعب تشابي ألونسو التي ينقلها من خبرته في باير ليفركوزن والتي يريد أن يطبقها في ريال مدريد. صحيح، الجمهور لم يتعود، خصوصا أن الجمهور وكل المتتبعين كانوا يتوقعون أن الفريق سيغتنم فرصة اللعب في مدريد مع جاره الصغير رايو فايكانو ليحقق على الأقل فوزا يحفظ به النتيجة، أو بالأحرى فارق التقدم في صدارة الترتيب، ثم ليتصالح ولو بشكل بسيط مع جماهيره. أعتقد بأن ريال مدريد كان بإمكانه أن يفوز، خصوصا لو كان اغتنم فعلا ظروف جاره الذي لعب يومين بعده. ريال مدريد لعب دوري الأبطال يوم الثلاثاء، بينما رايو فايكانو لعب مباراة دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس، أي بمعنى أن كانت لديه 48 ساعة إضافية للراحة، ولم يستغلها فريق تشابي ألونسو الذي يبدو بأنه خصوصا من خلال تواصله مع وسائل الإعلام لم يعد لديه الكثير من الحجج للإقناع، وبالتالي حتى المؤتمر الصحفي له لم يدوم أكثر من 10 دقائق، على ما أعتقد 9 دقائق فقط، علما بأن أنشيلوتي كانت مؤتمراته الصحفية لا تقل عن 20 دقيقة، لأن كان لديه الكثير مما يقوله. أعتقد بأن هنا أيضا على تشابي ألونسو أن يتحسن خصوصا في التواصل مع وسائل الإعلام، ثم عليه أيضا أن يجد كيفية تطبيق خططه، لأن ليس على الفريق أن يتأقلم مع خططه بقدر ما عليه أن يجد خططا تتأقلم مع نوعية اللاعبين الذين لديه. طبعا لديه مهاجمين، الجميع يشتكي بأن المهاجمين سواء فينيسيوس أو مبابي لا يدافعان كثيرا، لكن
إذا كان لديك هذه النوعية من المهاجمين وهم نجوم ويسجلون أهدافا كثيرة عليك صحيح. أن تطبق خططا انضم إلينا مشاهدينا في هذه الأثناء باسل طبال من برشلونة مراسل قنوات بين سبورتس. باسل، مرحبا بك. تحية طيبة. مسيرة ليفاندوفسكي شرفت على النهاية، ومهمة برشلونة هي إيجاد البديل للمهاجم البولندي للسنوات المقبلة، وتحديدا من الصيف المقبل. قبل التوقف صرح ليفاندوفسكي أن الموسم بالنسبة له بدأ في هذه اللحظة. مباراة كبيرة قدمها في مواجهة سيلتا فيغو، وواضح أن الفريق بوجود المهاجم الصريح مثل ليفاندوفسكي يتحسن أداؤه بشكل كبير. برشلونة عاد في الفترة الأخيرة من دون رافينيا ومن دون ليفاندوفسكي، هذا يعني أن برشلونة ما زال عليه أن يهتم بالمقدمة وأن يطور هذا الهجوم في السنوات المقبلة. وجود مهاجم صريح مثل ليفاندوفسكي يناسب أسلوب فليك بشكل كبير، خاصة وأن فليك تعامل مع المهاجم البولندي لسنوات طويلة عندما كان في بايرن ميونخ، وهنا كذلك في موسمه الثاني مع المهاجم البولندي. ليفاندوفسكي منذ أن جاء إلى برشلونة وحقق أرقام ممتازة، أفضل أرقام كانت في الموسم الماضي. هذا الموسم طبعا هو تقدم في السن سنة إضافية، ولكن لم تسنح له الفرصة أن شارك كثيرا في هذا الموسم، خاصة وأن اللاعب تعرض لإصابات كثيرة. ولكن مع العودة للياقته ومع العودة للمنافسة من جديد، أوضح ليفاندوفسكي أن دور المهاجم الصريح والطويل القامة والذي يتميز بالكرات الرأسية هو مهم جدا لأسلوب الفريق وضرورة قصوى لبرشلونة في السنوات المقبلة. معلوم أن ليفاندوفسكي ليس بإمكانه أن يكون مستقبل النادي للسنوات المقبلة، هذا هو آخر موسم بالنسبة له. ماذا سيفعل في الموسم المقبل حتى